اخي الكريم، غادي نعطيك واحد الطريقه تاع حفظ القران. الا كنت تحفظ القران، طريقه مجربه وسهله. مين تكون تحفظ في القران على سبيل المثال، رفد صوتك. مين تكون تحفظ، قرا بصوت عالي، خاطش يقولوا باللي كل مسموع محفوظ. غادي نعطيك الطريقه سهله. على سبيل المثال، راك باغي تحفظ سوره الكهف. كيف غادي تبدا؟ وغادي كي نقرا لك بلا احكام. غادي غير نقرا لك بصح شاولا مين تكون تقرا نيشان. ماشي مين تكون تحفظ، مين تكون تقرا قرا بالاحكام. بصح مين تبغي تحفظ قرا وصايي. مهم تكون الفكره راسخه في راسك، الايات هادوك يترسخوا في راسك. مين تحفظ من بعد صايي القرايه تجيك سهله وتقراها بالاحكام. على سبيل المثال سوره الكهف، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. مين تكون تقرأ رفد صوتك. وغادي نعطيك طريقة تانية واحدة أخرى، تكتب. شغل تقرأ وتكتب، تقرأ وتكتب. هذه طريقة تانية شابة بزاف. الايات يترسخوا في راسك، يدخلوا في راسك صاي، ما يزيدوش يخرجوا. شوالي يلق لك المداومه. مشي تحفظ خطره صاي وتروح. القران يلق لها المداومه. داوم قرا وداوم، كل خطره عاود كرر، كل خطره عاود كرر صاي. تولي تحفظها على عن ظهر قلب. الطريقه الزوجه، راك تقرا وتكتب. جابت كاي، راك تقرا وتكتب. قرا وكتب، قرا وكتب. شغل عقلك صاي يحفظ هذوك الآيات. راك تقرأ ومام راك تكتب، تحفظها قراية وكتبة. هيا والله يوفق الجميع.